كله. كم بيت تقريبا تدمرون بالمنطقه؟ هاي بالميتين. بال200 براكن البيوت شجره السيارات تخلشت وهي تخلشت. ها جوا ماكو بيوت كله قاعد. السياج وينه مال هالبيت؟ هو هذا السياج نعم. لحد ذاك الحائط. جوا اكو غرفه، هنا مطبخ، حمام، غرف جوا، كل الاثاث والذهب والفلوس والمستمسكات كلها احترقت. هو هسه لو يأمر بوش مثلا يأمر مثلا البيوت هاي تضررت هاي 100%، العوائل وين تروح؟ بالشارع لا ثلاجه لا كهرباء لا مي بمعنى ايه ليش لا بس يفكر بالامريكان؟ بعد هو شرف من يجي هو بالضبط صار هنا يعني فجأة يا اخي انتهت الحرب واحتلوا بغداد وسيطروا، ورا اسبوع فجروا عتاد. زي ما يقولون شنو ذنب العوائل؟ يعني سقوط بغداد انتهت ورا اسبوع. ماكو لا جيش لا ناس سلم عليهم وعادي واخذوا الامان من الشعب، جو فجروا عتاد. قلنا لهم يابا بيوتنا توقع، قالوا طبكم مرض وما عنا الحكي. يعني وين راحت العالم؟ قاعده بالحدايق بالحديقه من هناك والشمس. راح يجي الشتاء بعد الكارثه اكثر. الشتاء راح تيجي الشتاء وين يروحون؟ يعني انا عندي كرفان بالشتاء اذا اخر عليه شنو؟ يا بالحرام اشوف امريكا قلت له خلاص. بعد يعني بيتي انت شو راح. مفكر اذا جاك الشتاء وبقيت بهالكرفان وماكو فتحه؟ هذا الطفل بس مع الضربه. هاي رجله شب حليق جوا هاي ايده وهاي ايده. شوف هاي ايده من هون لهنا. هاي كلها ضرر. هاي وهاي رجله. هاي رجله لحد الان ما حد ما يجي قال ايش بيه ما بيه. هاي ظهره. هاي ظهره من هنا. هاي وهذا بيتهم. هذا بيتهم. هذا شنو؟ يعني شنو ذنبه؟ وهذا مقاوم امريكا؟ يعني تشوف مستوى التدمير اللي صار هنا حتى على الاشجار يعني مسلمت. هذا النخيل كان مظله من الفي على البيوت، منطقه معروفه يعني بحدائقها الحلوه اللي اهالي يعني على حسابهم ممتاز سووه. فشوف يعني المستوى هسه صار اخضر نتيجه للمي ذبينا عليه وقمنا نعيدها يعني شيء فشيء. اما بالبدايه فكان اسود يعني حرق بلا حروق مثل ما احترقوا ذول الاطفال والاخرين هناك. هذا المستوى الهائل من تدمير البيئه. شوف البيئه العراقيه يعني هاي ايضا ما سلمت من التخريب. احنا عتبنا على العراقيين قبل الامريكيين، على العراقيين اللي يمكن فد 15 جهه حزبيه عراقيه كانت بالمنفى او من الداخل. حتى بعض كبار الشخصيات العراقيه المتواجد الداخل ايضا ما ذكرتنا ولا احنا كل ما نريد هو حقوقنا. شفتوا الاصدقاء كلهم والجيران كلهم مشردين. يعني ما ادري شلون نشوف مدى الخطوره اللي يمثلها بقانا داخل هاي البيوت. شوف هاي السقوط ايضا تقدر تشوف السطح هذا. طلبوا من عندنا ان نكون متعاونين متحضرين. التحضر شلون يصير التحضر وانا في ظل هالظروف الصعبه اللي انا اعيشها. فلغه التحضر ما اعرف شلون يفهموها. تحضر الخنوع. العراقي مبين ما يخنع يعني ما عنده في يوم من الايام انه ينكر او يترك امره. مستحيل.